إسبانيا تكرر إنجازها النادر أمام فرنسا. حقق منتخب إسبانيا رقماً مميزاً خلال مواجهته لفرنسا مساء اليوم الخميس في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بمدينة شتوتغارت. تمكن لاروخا من التقدم بهدفين في أول نصف ساعة من المباراة في سابقة نادرة أمام منتخب فرنسا بقيادة المدرب ديدييه ديشامب. وكشفت شبكة أوبتا للإحصائيات أن المنتخب الفرنسي لم يتلقى هدفين في أول 30 دقيقة من أي مباراة سوى مرتين فقط منذ تولي ديشامب المسؤولية الفنية. واللافت أن كلا المرتين كانتا أمام إسبانيا، الأولى خلال بطولة يورو 2024 والثانية في المباراة الجارية اليوم بنصف نهائي دوري الأمم. يذكر أن الفائز في هذه المواجهة بين حامل اللقب وبطل أوروبا إسبانيا ومنتخب فرنسا سيواجه البرتغال في النهائي المقرر الأحد المقبل.